السلام عليكم، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال، احوالكم طيبه يا ربي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد العصير اللي فيه ان شاء الله فيتامينات ومقوي وزوين الشهر الكريم ديال رمضان. ان شاء الله غادي يعجبكم. عندي البنات حفينه ديال الكركاع، وعندي هنا حفينه ديال اللوز اللي غسلته ومسحته. عصير كله فيتامينات تبارك الله ما شاء الله، وحنا رمضان مقبلين عليه تنبغيو شي حاجه اللي صحيه. وعندي هنا البنات 7 تمرات حتى 8 تمرات اللي حيدت لهم العظم ديالهم، حتى هما غنزيدهم في الماكينه. انتم تبارك الله هاد العصير البنات بدون سكر زوين ما شاء الله، وكله فيتامينات كما قلت لكم. هنا عندي شويه البيستاج اللي متوفر عندي في الدار، درت بيه هاد العصير جا غزال يا البنات. ان شاء الله غادي نجربوه، واي مكون ما عندكمش المهم غير زعموه وجربوه. يمكن لكم ديروا غير التمر والكركاع واللوز. لما كاش البيستاج هنا عندي لافوكا، ها هي قدامكم اللي نقيتها وغسلتها ونقيتها ودرتها مكعبات. هنا عندي البنات هذاك عصير ولا داناب ولا اللي عنده، انا هو اللي كان متوفر عندي درته. نتوما ديروا كاس دانون بنكهه البنان ولا بنكهه الفاني ولا بالفواكه ولا اللي متوفر عندكم. هنا البنات انا كما عوضاكم عندي القناه ديالي بسيطه بدون عبار بدون ميزان بدون حتى شي حاجه. هاد الكاس يرفد 2 كيسان العنبه ديال الماء، 2 كيسان العنبه الماء. ولكن بعد ما طحنتو جاني خاطر شويه زدت كاس اخر، نص كاس بحال 2 كيسان ونص تاع الماء اللي غديروه البنات. صافي هادو هما المكونات. وغندير واحد 2 معالق ديال العسل. كما تنقول لكم العسل نوعيه جيده وديال الاكل بحال حر، انا دائما تنقولها لكم وتنديروا هنا في ايطاليا. هاد العسل عندي نوعيه جيده، وكما كنقول لكم حر زوين ماشي ديال السكر. صافي درت 2 معالق صغيورات ماشي كبار بحال معلقه كبيره. صافي وغندير كلشي يطحن. تبارك الله مقوي هاد العصير، نبغيكم تجربوه ان شاء الله في الشهر الكريم. كنعرفكم كنبغيو العواصر الشهر الكريم، اما السحور اما الفطور نتوما اختيار لكم. صافي نخليه يطحن مزيان ويتميل لي داكشي تبارك الله ما شاء الله. وكل ما كنزيدو ما نحتاجو لا تصفيه ولا والو، غتجي بحال العصير ديال الطناش تبارك الله قلبو سعزع يجي طيب. وزيدو فيه نتوما اللي بغيتو، ندير فيه الشطلاط ديالو ولا الكسطرات اللي عندكم ديروها فيه. يجي عاقد تبارك الله ما شاء الله. هانتوما شوفوا كي درت يبان لكم في الخلاط. صافي هنايا هانتوما شوفوا ملي غنخوي كي داير القوام ديالو تيشهي ما شاء الله تبارك الله زوين. ايوا اختي شجعوني الله يجزيكم بخير باش نجيب لكم وصفات زوينين وطبيعيين ولذاذ ما شاء الله. ممكن لكم تزيدوا فيه البنان اللي متوفر عندكم زيدوا فيه. هانتوما شوفوا البنات عصير بالماء جواعر جا غزال تبارك الله. حتى اللي عنده حساسيه من الحليب وتيتقل عليه واش داكشي راه بالماء البنات. بالصحه والراحه والسلام عليكم.